مساء الفل. اول مره دي مفيش فل بعد خساره الاهلي امبارح من بالميراس 2-0 وفوز انتر ميامي على بورتو 2-1. كده الاهلي تقريبا شبه خرج، بس لسه في امل، ما ننكرش لسه في امل. بس الناس اللي عايزه ان احنا نصعد، ليه عايز نصعد؟ عايز نصعد اروح فين؟ عايز نصعد اعمل ايه بجد؟ يعني في امل ان الاهلي يصعد، خلينا متفقين ان في امل ان الاهلي يصعد، بس يصعد يعمل ايه؟ يصعد يلعب مين؟ امبارح ماتش 90 دقيقه، مفيش روح، مفيش اصرار، ما حسيتش مره ان الفرقه دي بتحاول ان هي تكسب، ان الفرقه مثلا رايحه عايز اكسب، ان الفرقه نازله. يعني الشوط الاول بادئين الماتش ضاغطين، بنحاول ان احنا نعمل حاجه، عايزين ان احنا نعمل حاجه، بنروح بهجمات، مش هجمات اللي هي الهجمات اللي هي لما اقول لك كلمه بنروح بهجمات تفتكر ان احنا كان فاضل لنا اللي هو السنتي ونجيب جول. لا 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 خالص خالص، احنا بنروح يعني بنمشي كده، بنرفع عرضيه مثلا بتروح الناحيه الثانيه، بنشوط كوره بتطلع ركنيه، الحاجات اللي هي العاديه دي، بس على الاقل اسمنا ماسكين كوره. عملنا ايه؟ ولا اي حاجه. 90 دقيقه، او خلينا نتكلم عن ال 45 دقيقه الاولانيين، احنا ماسكين كوره في ال 45 دقيقه الاولانيين بدون اي خطوره. هم بتتقطع منك الكوره في اي مكان في الملعب، هم بيروحوا بهجمه خطيره، هم بيحاولوا يعني الكوره اللي هو الواد ستيفان شاتها وعدت من جنب الشناوي، دي ممكن نقول عليها كوره خطيره، ممكن نقول ان بالميراس حاول يروح بكوره، حاول يعمل حاجه مثلا، حاول ان هو يسجل فينا. انما احنا عملنا ايه بجد؟ والله يعني خلينا بجد متفقين، احنا عملنا ايه امبارح؟ الناس اللي بتقول لك الشوط الاولاني حلو في ايه؟ اولا المدرب بدا بنفس تشكيله تقريبا الماتش اللي فات مع اختلافات بسيطه، يعني هو يحيى عطيه الله بدل كوكا للاصابه، ده كان المفروض اللي هو الابجريد اللي عندك كده. انت المفروض نزلت اللي هو الباك اللي بيلعب في منتخب المغرب، اللي هو اساسي في منتخب المغرب، اللي هو الباك الباك العصري بتاعك كده، انت نزلت الباك العصري بتاعك. بدات بزيزو المره دي لان انت الماتش اللي فات كنت بادئ بامام عاشور وامام اتصاب، فانت الماتش ده بادئ بزيزو. عملت ايه؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه بجد. انت بادئ بالخطه العاديه خالص بتاعتك، فجاه بتلاقي تريزيجيه بيرجع باك شمال ويحيى عطيه الله هو اللي بيتقدم، فجاه بتلاقي يحيى هو اللي بيرجع وتريزيجيه بيتقدم. الناحيه الثانيه دي ميته، الناحيه الثانيه بالنسبه لك دي الحمامه الميته. الناحيه الثانيه انت اصلا ما بتفكرش ان انت تبصيها، يعني انت الكوره مثلا موجوده في نص الملعب، انت ما بتفكرش ان انت تنقل الكوره فجاه لزيزو، لا انت مش عايز تنقل الكوره لزيزو، ما اعرفش هي اللعيبه مثلا كارهاه ولا في ايه. انا عايز المدرب، يعني انا ممكن اعذر المدرب ان هو عايز الجبهه دي على الاقل خالص هي فيها باك شمال، يعني الناحيه الثانيه ما فيهاش باك يمين، الناحيه الثانيه محمد هاني ده لا يرتقي ان انا اقول عليه باك يمين، ما ينفعش ان انا اقول لك ان احنا عندنا الناحيه الثانيه باك يمين، لان هو دون المستوى، صفر صفر والله بجد، والله ما بهزرش، والله صفر، هو لعيب صفر. محمد هاني ده انت لو اتفرجت عليه من 15 سنه وجيت النهارده ان انت تتفرج من اول ما طلع، يا عم هقول لك من اول ما طلع، هقول لك من 2014 2015 محمد هاني ناشئ خليفه احمد فتحي وتمام وزي الفل، وصاعد الواحد الناشئ محمد هاني وابن من ابناء النادي الاهلي. بيعمل ايه في الملعب؟ قرف بجد، صفر، ما بيعملش حاجه، ما بيحاولش ان هو يطور نفسه. انت بجد لو انت اتفرجت على ماتش لمحمد هاني من 10 سنين او من 11 سنه وجيت النهارده اتفرجت على ماتش لمحمد هاني، هو نفس اللاعب، هو نفس اللاعب، ما اتغيرش، هو نفس الستايل، بنفس الشعر، بنفس الدقن، بنفس ما عندوش ده، بنفس كل حاجه، بنفس الهيئه، بنفس الشكل، ده محمد هاني. ما بيعملش حاجه بقى خلاص، ما بيطورش في نفسه، ما بيحاولش ان هو يتصرف في الكوره. يعني انت دلوقتي انت بتدي كوره لمحمد هاني، خلاص انت عارف ان الكوره يا اما هتقطع منك يا اما مش هيحصل حاجه، مش هيحصل خطوره من الناحيه دي. خلينا متفقين ان الناحيه دي هي ماتت بوجود محمد هاني. طب والحل ايه؟ الحل ان هو يمشي بجد، والله الحل ان هو يمشي. يعني ما تقوليش اصل احنا هنلاعب البديل، ما هو بديله خالد عبد الفتاح، هو مش بديله، مش كافو الناحيه الثانيه يعني، ما مش ترينج الكسندر ارنولد الناحيه الثانيه، لا ما هو بديله خالد عبد الفتاح عادي. يعني انا مش فاهم نادي زي النادي الاهلي، اكبر نادي في مصر وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط، يبقى الباك بتاعه محمد هاني. مش فاهم ليه اصلا، ليه محمد هاني عموما، ليه وجود محمد هاني، ليه يبقى محمد هاني الباك اليمين بتاع منتخب مصر؟ ليه ايه فايده؟ بيعمل ايه بقى في الملعب؟ بيعمل ايه انا ما بشوفوش مثلا؟ يعني ممكن يا عم انا ممكن اكون انا ما بتفرجش على الماتش، انا يا عم انا ما بفهمش حاجه، انا ما بفهمش كوره. محمد هاني بقى بيعمل لك ايه؟ محمد هاني ايه اللي بيعمله محمد هاني في الملعب؟ مش فاهم، والله ما اعرف بجد. بادئين احنا بنهاجم من ناحيه الشمال، بنحاول نعمل هجمات من ناحيه الشمال، بتجيلنا فاولات، بتجيلنا ركنيات ما بنستغلهاش. يعني ايه فرقه زي الاهلي بتجيلها ركنيات ما بيستغلهاش؟ يا ابني انت بتحسم بطولات الركنيات دي بيتحسم بيها بطولات، ما هي العشره بتاعت ريال مدريد دي ما محسومه بركنيه راموس. يعني راموس ده طلع حط الكره ركنيه، الكره اتلعبت، حط الكره جت جون، خد البطوله. انت عندك مثلا كوره زي كوره السوليه مثلا، معلول والزغلول لما لعب الكوره والسوليه حطها، انت اتقدمت على الزمالك في الكوره دي. كوره عبد المنعم في نهائي كازابلانكا في الوداد، كوره معلول لما لعبها عرضيه عبد المنعم حطها جون، بس خلاص شكرا. انت بقى عملت ايه امبارح؟
انت لا بتستغل لا فاولات ولا ركنيات ولا في تصويبات. انت اول كره صوتها يا كره بعد ما اشرف بن شرقي نزل لما لعبها، قبلها كانت كره قفشه وهو بيتزحلق وهو بيقع كده بيشوطها وخلاص، اللي هو سد خانه، اللي هو عشان بس يتقال عليا ان انا نزلت شوط، عشان يتقال عليا ان انا نزلت عملت حاجه. ما هي دي لعيبه الاهلي. ما احنا نيجي بقى للصراحه، ما هي لعيبه الاهلي هي بتنزل تلعب لاجل، يعني اللعيبه دي بتاخد ملايين وهي نازله تلعب لاجل الشو، لاجل اللقطه، لاجل اللقطه. اللعيبه دي بتلعب لاجل اللقطه. اللعيبه رايحه امريكا ومطلعه فيزا امريكا ورايحين مع الاهلي وبيقبضوا ملايين وبيتشرطوا ساعه التجديد، بيتشرطوا ساعه التجديد. لما يجي يجدد عقد يقول لك اصل انا هاخد كام، انا هاخد 20 مليون ولا 30 مليون، اصل انا عايز 50 مليون، اصل انا مش عارف ايه. ادائك في الملعب ما ادكش 5 جنيه، ما ادفعش فيك في السيزون 100 جنيه. مش هقول لك 100,000 ولا هقول لك 100 مليون، انت ما يدفعش فيك 100 جنيه. بجد قرف في الملعب. ما تقوليش اصل ده مش عارف ايه واصل مدرب جديد. لا، المدرب الجديد مش هيعلم اللعيبه اساسيات الكوره، دي اساسيات. انا اللعيبه عندي مش عارفه تباصي، انا اللعيبه عندي انا نازل دي هنجيبها بعدين، بس انا نازل بجد في الشوط الثاني بعد التوقف، بلعب 30 دقيقه بعد التوقف، انا مش عارف اباصي كوره، انا مش عارف العب كوره، كل باصاتي غلط، كل كوري غلط، مفيش عرضيه اتلعبت صح، مفيش كوره اتعملت صح، انا مفيش جمله. انا 90 دقيقه قاعد مفيش جمله. 45 دقيقه بتاعت الشوط الاولاني انا زفت، انا ماسك كوره بعمل بيها ايه، ماسكها بس، او ماسكها ما ماسك، شكرا ان انا ماسكها لحد ما في كوره في الدقيقه 40 اللي هي كانت بتاعت الطرد بتاعت بالميراس والحكم ما حسبهاش طرد، وتمام مفيش مشكله، ماشي. انا بالنسبه لي طرد، وجهه نظر ان طرد، هو وجهه نظر هو والفار ان هي مش طرد، ما عنديش فيها مشكله. نزلت الشوط الثاني، هم دي بقى استغلال الفاولات اللي انا بكلمك فيها. ما هي دي استغلال الفاولات، كوره فاول هم بيلعبوه، انت اللي بتجيبه كمان في نفسك، مش هم اللي بيحطوه لك، لا انت اللي بتحط في نفسك. انت كوره وسام طالع، يعني هو سوء توفيق رهيب، مش غلطه وسام ولا غلطه، يعني اشرف داري ماسك وسام، يعني دي حاجه عبثيه ممكن اشوفها في حياتي، ان اشرف داري ماسك وسام، ما اعرفش ماسكه ليه، بس تمام. الكوره بتتلعب، الكوره الشناوي طبعا ما لا يسأل عنها، هيعمل ايه يعني؟ ما هو انا هعمل ايه؟ الكوره جايه للاثنين مدافعين بتوعي او الاثنين اللي قدامي وبتيجي فيا، يعني انا هعمل لك ايه؟ طيب الكوره بتيجي بتتسجل فيك هدف اول، المفروض بقى ان انا اضغط، المفروض ان انا ابدا اتحول. الناس تقول لك اصل الاهلي لما بيجي في جول بيبدا ان هو يتحرك وبيبدا ان هو يطلع وبيبدا ان هو يسجل. عمل ايه بعد ما جه في الجول؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. جيت انت بقى عشان تستغل الفاولات، شوف انت لما جيت تجرب تستغل الفاولات هم اللي سجلوا فيك برضه. انت جيت انت جربت تستغل الفاولات، الكره اللي هي الفاول اللي يحيى عطيه الله كان واقف عليه هو وزيزو، الكره اتردت عليه، حمدي فتحي ماشي بيتمشى بيتفسح في الملعب، ما هو جاي يتفسح مع انه هو كمان في امريكا، ما هو جاي يتفسح، امال حمدي فتحي جاي يعمل ايه؟ ما هو جاي يتفسح. ده حمدي فتحي جاي لك فسحه 3 ماتشات، جاي لك بيغير جو معاك 3 ماتشات بجد، يعني هو كان نازل مصر 3 ماتشات يغير، كان نازل مصر في فتره اللي هي في الاجازه الصيفيه بتاعته، جاي يغير جو. سبحان الله، الله تعالى معانا يا حمدي، يعني نلعب عندنا كاس عالم للانديه، قال لك ماجي وايه يعني، ما انا الجرينتا، اصل الناس بتحبني عشان التكلينجات اللي انا تاكلينج. حمدي فتحي عمل ايه؟ حمدي فتحي في الماتشين اللي هو لعبهم صفر. حمدي فتحي في الماتشين شبح، عارف فيلم الشبح ده؟ حمدي فتحي، حمدي فتحي في الماتشين مش موجود، ما بتفرجش على حمدي فتحي، ما بشوفوش في الملعب، بكتشف ان حمدي فتحي موجود لما بيتكتب اسمي في بدايه الماتش حمدي فتحي، لما في الشريط اللي تحت ده كده لما بيتعرض الاسماء بتاعت اللعيبه حمدي فتحي، وفي نهايه الماتش بس شكرا لما بشوف اللعيبه طالعه باخد بالي من حمدي فتحي، ايه ده حمدي فتحي بتاعك، ده حمدي فتحي. انما غير كده مفيش حمدي فتحي، ما بستفدش بيه في حاجه، شكرا مش فايدني في حاجه، رجعه تاني، خديه يا وكر، خديه بجد، مش عايز، مش فايدني في حاجه. الكوره بتتلعب، هم دي بقى المرتدات بقى، المرتدات اهي، انت عندك المرتدات اللي بيطلع لك مين؟ بيطلع لك بقى تريزيجيه، مش عايز اتكلم عليه. الكوره بتيجي لك، الكوره بتيجي مرتده عليك، محمد هاني اعمل فاول؟ لا، ممكن اطرد فيها والناس تتريق عليا، طب اجري وسابق واعمل اي حاجه يا عم، لا هو اسرع مني، الواد برازيلي برضه اسرع مني، فهعمل ايه؟ هعمل اي هبل وخلاص، هروح متزحلق، اخد طلقه هيد شوت في دماغه ووقع فيها، شكرا خلاص راح الواد جاب جول. المفروض بقى ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا ابدا ان انا عايز اعمل حاجه بقى، عايز اكسب بقى، ما انا خلاص خربانه بقى، عواصف جات لك والسماء والارض والامطار والاعاصير، وطلعت ريحت لي بره شويه ونازل بقى، المفروض ابقى نازل فريش بقى، نازل عايز اكسب بقى، خلاص ما فيش امل، ما عنديش امل بقى، لا انا نازل معايا، نازل متسلح باسلحتي بقى بتاعت الشوط الثاني، قفشه وحسين الشحات نزل متاخر وجرانيشار واحمد رمضان بيكهام وبن شرقي، دول ال5 تغييرات اللي انا عملتهم، تمام حلو. عملت بقى بال5 تغييرات، قفشه عمال ماشي الكوره، ماشي قفشه ما بيعملش حاجه، قفشه بيباصوا بالعرض، بيباصوا غلط بتروح علينا المرتدات، بيباصوا غلط بتروح علينا المرتدات. احنا كان ممكن نسجل فينا 2 3 على فكره عادي جدا في الوقت اللي هو في نص ساعه الاخيره دي، احنا كان ممكن
ممكن يسجل فينا جولين 3. ليه؟ هم بيروحوا مرتدات خلاص، ده بسم الله ما شاء الله عليهم يعني. انما انا اعمل مرتده ليه يا ابني؟ هو انا بعرف اعمل مرتده؟ هو انا عارف اطلع بالكوره؟ انا مش عارف اطلع بالكوره، مش عارف العب عرضيه صح، مش عارف اباصي صح، حتى الباصات يا كفره، حتى الباصات مش عارفين نباصيها. يعني الباص اللي هو الاساسيات الكوره مش عارفين نعمل اساسيات الكوره. عايزنا نصعد واحنا مش بنعرف نعمل اساسيات الكوره، فاشلين في اساسيات الكوره، ونصعد نروح نلعب الفرق الثانيه، نروح نلعب عايزنا نلعب نصعد يعني بنلعب باريس مثلا في المجموعه اللي بعد كده. طب ما احنا ممكن ناخد لنا 5-6 ايه، احنا ممكن ناخد لنا 10 بجد زي اوكلاند كده. ما اوكلاند واخد 10، احنا ممكن احنا كمان نخسر. طب يعني مش ممكن نخسر، لا احنا اكيد هنخسر بالاداء ده، بالزباله اللي احنا بنعملها دي. ده المفروض بقى التجهيزات اللي احنا عاملينها يعني، ده التجهيزات بقى، وان احنا رايحين كاس العالم للانديه. لا احنا رايحين نتفسح، احنا رايحين نتفسح ونعمل شوبينج وننزل ستوريات وننزل صور مع ميسي. اصل احنا كل واحد بعد ماتش انتر ميامي منزل لي صورته مع ميسي، الستوري اللي هو مثلا ميسي واقف هناك الناحيه دي واللعيب ده واقف الناحيه دي، واحنا اصلا اتصورت مع ميسي، بس اخدت لقطه مع ميسي بوريها بقى للعيال. ماشي، انا ممكن ما انكرش بحاجه زي احنا كنا احسن في ماتش انتر ميامي. انزلي بقى الماتش التاني دوس، اكسب بقى الماتش التاني، يكسب. ده فرصه عندك تكسب، تلعب بالميراس وتكسبها. بالميراس لعبه 7 ماتشات في المونديال، كسبانه ماتشين الاهلي، المرتين كسبانه الاهلي في المرتين، يعني كسبتني في المرتين. يعني ايه ده ايه القرف ده والله العظيم. فرقه ايه ده؟ دي اللعيبه اللي بتاخد ملايين، دي اللعيبه اللي بتاخد ملايين هيجوا هنا يكسبوا الدوري ويكسبوا افريقيا. لكن لما نطلع بقى نلعب بقى ماتشات اوروبيه بقى ومحفل عالمي ونكسب بقى ونصعد، لا ما نعرفش. بس ما عادي، انا اصلا رخصتي محل، انا كويس في المحل. انما نطلع بقى محمد هاني ده يعمل دكر على اجنحه الدوري، هنا يعمل دكر على مصطفى شلبي مثلا. انما يجي بقى هنطلع بقى لقدام وهنعمل بقى تعالى هتلعب استيفاو يا محمد هاني، وهتلعب لعيبه كويسه يا محمد هاني، وعندك ماتشات يا محمد هاني. هو انا عايش اصلا وقفت الفونسو ديفيز في ماتش احنا خسرناه 2-0، وجبت جون مع الاهلي في ماتش مونتيري المكسيكي، اللي هو مثلا جون من 5 اجوان هو جابهم في حياته. انا اول مره في حياتي اشوف باك يمين للاهلي لعب طول حياته حوالي 200 300 ماتش جايب فيهم 5 اجوان وعامل مثلا 10 اسيستات، يعني مساهم في 15 جول. 15 جول دول ممكن يكون بيساهم في اللي هو كان عادي، اللي ممكن كان معلول كان بيساهم لي فيهم في الموسم الواحد، يعني في 10 سنين بيساهم لي في 15 جول. ده الباك بتاعي، ما هو ده الباك بتاعي، اصل ده الباك بتاعي وبتاع منتخب مصر وبتاعنا، كل ده بتاعنا. طب انا استفدت ايه؟ لا بيساعد زيزو ولا بيعمل اي حاجه، ولا بيدافع ولا بيهاجم ولا حول ولا قوه الا بالله. ده ايه ده اسميه ايه بجد؟ يعني انا بجد محروق منه، انا بجد منغاظ. ايه ده ازاي ده ازاي ده بيتفرج على اللعيبه؟ ازاي ده بجد بيتفرج على كاس العالم للانديه من الملعب؟ ده بجد ده اللي هو اللعيب اللي بيتفرج على كاس العالم للانديه من قلب الملعب. ده اللي هو عارف انت اللي هي الحكم والكاميرا اللي محطوطه في ودن الحكم دي، هو ده بالظبط محمد هاني. جنبه الناحيه الثانيه اشرف داري ده بيلعب لي ماتش حلو و10 لا، وبعد كده يتصاب ويرجع تاني يلعب ماتشين حلو و10 لا، وبعد كده يتصاب. انا مستفيد منه في ايه بجد والله؟ الناس اللي بتقول لك اشرف داري كويس، وبعدين يعني ايه كويس؟ يعني ايه حياتيه الله كويس؟ يعني ايه اللعيبه دي كويسه في ايه؟ اللعبه دي عملت لي ايه امبارح بجد؟ ايه اللي اللعيبه دي عملته تثبت لي ان هي لعيبه فعلا تستحق ان هي تلعب في الاهلي، تستحق ان هي تاخد ملايين، تستحق ان هي يتقال عليها نجوم، يتقال عليها جيل من النادي الاهلي. مش ده الجلاكتيكوس بتاع الاهلي؟ مش ده المفروض ده حاجه اللي هو بنعمل بقى فريق وعايزين نعمل فريق وناخد بيه بطولات ونكتسب بيه افريقيا والدوري والبطولات، وبعدين بعمل بيهم ايه؟ ما بعملش بيهم حاجه. ما هم مش عارفين يعملوا حاجه، مش عارفين نطلع بالكوره، مش عارفين نشوط كوره. الحارس بتاع بالميراس ده ما اتشاتش عليه غير كورتين، يعني ايه مش عارف اشوط، مش عارف العب عرضيه، الركنيات مش عارف استغلها، الفاولات مش عارف استغلها. ايه ده؟ ده منظر الاهلي؟ ده منظر نادي الوحيد الحسنه الوحيده في الماتش، او الحسن ممكن اقول الثلاث لعيبه اللي يستحقوا ان هم ما يخسروش، لاعب زي مروان عطيه واجبات دفاعيه زي الفل، مش هتكلم عليه هجوميا، انا بكلمك على مروان عطيه دفاعيا. مروان عطيه قايم بواجبه الدفاعي 10/10، هو احسن واحد، هو الوحيد اللي ظهر في الملعب بسبب ان هو واجبه الدفاعي، بيرجع يدافع ما بيعرفش يطلع بالكوره. ماشي، هو ماتشين 3 اللي لعبهم مع عماد النحاس كان حلو فيهم وبيطلع بالكوره، هو ما اتطورش غير مع عماد النحاس. انما ما اعرفش، هو تقريبا هو ما بيتطورش مع عماد النحاس وحسام حسن، هو رخصته مدرب مصري، يجيب له مدرب اجنبي ما بعرفش اطلع بالكوره، ما اعرفش والله في ايه. بس تمام، على الاقل يا عم بيحاول، على الاقل مموت نفسه في الملعب. الوحيد اللي ممكن هو وياسر ابراهيم، الوحيد اللي ممكن اقول لك ان دول ما يخسروش، دول ما يستحقوش ان هم يخسروا، لان هم بيحاولوا وعايزين يعملوا
يعملوا حاجه. محمد علي بن رمضان الوحيد اللي بيطلع لك بالكوره. محمد علي بن رمضان ده اتظلم ان هو ما بيلعبش جنبه لاعب زي امام عاشور، بيلعب جنبه واحد زي حمدي فتحي بيموته بجد، بيموته بيقرفه. انا مش فاهم حمدي ليه يلعب وانا عندي ديانج بره. طب انا عندي ديانج بره، ما ابداش ليه بديانج؟ يعني هو ديانج هيكون اسوأ من حمدي فتحي؟ معقول يعني ديانج هيكون اسوأ من حمدي فتحي؟ معقول يا سيدي؟ اصل ديانج عيبه ان هو ما بيعرفش يطلع بالكوره، ما حمدي فتحي ما بيعرفش يطلع بالكوره. هو احنا هنكدب على واحده بقى؟ حمدي فتحي عمل لك ايه؟ فين الكوره اللي حمدي فتحي طلع لك بيها؟ فين الكوره اللي حمدي فتحي غيرها؟ فين اللي حمدي فتحي عمل؟ لا عايز يدافع ولا عايز يهاجم، ومكسل وتحس انه مقرف في الملعب. والناحيه الثانيه يحيى عطيه الله زفت والله زفت في الملعب. ما اعرفش بيجري لي عامل لي كده وبيجري. طب وبعد رايح فين يا ابني؟ بتعمل ايه والله بجد؟ معاك تريزيجيه، الاثنين زفت في الجبهه دي، الاثنين الجبهه الوحيده اللي عندك شغاله هي جبهه زفت والله. لما الكره الوحيده اللي انت جربت تروحها من الناحيه اللي تحت اليمين اتلعبت لك عرضيه ما لقيتش حد يحطها. الكره دي لو كان تريزيجيه مأخر نفسه شويه كان الجون كان هيبقى فاضي، الحارس كان طالع اصلا. يعني الحارس طلع لك سنه وزيزو باين هو اللي لعب لك الكوره جت خلاص، ممكن تعمل فيها حاجه، ممكن تحاول تعمل فيها حاجه، على الاقل يبقى ليك شكل، على الاقل تسجل جون. لاعبين ماتشين ما سجلناش ولا جون، مسجلين في نفسنا. والله العظيم عيب ان ده يكون الاهلي، يكون ده شكل الاهلي في بطوله وفي محفل. انا بجد ممكن اقول لك الناس اللي ما تستحقش الخساره هقولهم تاني، بين رمضان ومروان وياسر ابراهيم بس، شكرا على كده. والشناوي ما يسالش عن الجنين اللي دخلوا فيه، مش غلطته. انما لا محمد هاني ولا اشرف داري ولا يحيى عطيه الله ولا كوكا في الماتش اللي فات ولا حمدي فتحي ولا ممكن وزيزو ما اقدرش الوم عليه. بيلعب يا عم، واحد بيلعب تحت محمد هاني عايز يطلع ايه؟ عايز يبقى ايه؟ عايز يبقى ميسي؟ ما هو هيبقى زي الزفت. ما هو هيبقى عايز يدافع وعايز يهاجم، كل كره بيطلع عينه. ده بيكهام يا راجل، بيكهام نزل نص ساعه كره الدنيا والاخره بسبب محمد هاني. ده في كره بص له كده اللي هو يا عم يا هاني ارحمني، يا هاني ارحمني وبطل قرف، يا هاني ارحمني وامشي. وهو بجد والله يقرف والله العظيم بشكل في الملعب. انا متضايق، انا بجد متضايق. انا بجد بشوف محمد هاني ده بتضايق، بشوف قفشه في الملعب بتضايق، بشوف حسين الشحات بينزل بتضايق. انا في ناس كده بشوفها في الملعب بتضايق، ببقى كاره حياتي خلاص. بشوف اللعيبه دي بعرف ان احنا خسرنا في الملعب. نزل لك قفشه ونزل لك حسين ونزل في حسين كوره نزل فيها فضل يجري وجاي ببساطه قطعت. شكرا على كده. شكرا. ده واجب ده اللي حسين عمله. اما حسين نزل اخر 86 ده 86. ما انا برضه بعمل تغيير في الدقيقه 86 ليه؟ ما انا نفسي اخش والله جوه دماغ خوسيه ريفيرو. انا ممكن الوم عليه في التغييرات. طب انا دلوقتي يعني ممكن الوم في حاجات يتلام عليها اكيد، مش هقول لك كل ما يتلامش عليه، مش هقول لك هو مدرب جديد وكل حاجه ولسه جاي وماسك الفرقه وهيعمل ايه ومش هيعمل ايه. بس وبعدين طب ما هلوم عليه في حاجه، اكيد لازم الوم عليه في حاجه. لازم انا ما شفتش كره اتلعبت مثلا اقول ده في مدرب واقف بره يا عم، في مدرب بيعمل حاجه بره يا عم. الركنيه مثلا في تكتيك، في واحد سحب على القريبه والتاني سحب على البعيده وحد حطها. مفيش بجد. كل الكوره ركنيه. مفيش في بطوله 180 دقيقه انت ما لعبتش غير ركنيه واحده صح، اللي هي كانت ركنيه بتاعت انتر ميامي اللي اشرف داري حطها بدماغه والحارس صدها استاري. بس ده ملخص 180 دقيقه للاهلي. انت ما لعبتش غير كوره واحده، عرضيه واحده صح كانت من زيزو. لا عندك باك بيلعب عرضيات، عندك لا شفنا يحيى عطيه الله بيلعب عرضيات في الماتش الثاني، ولا شفنا كوكا في الماتش الاولاني، ولا شفنا محمد هاني في الماتشين. ما شفناش محمد هاني. مش هقول لك في الماتشين 90 دقيقه ايه يا راجل صباح الفل. مش هقول لك ما شفتش محمد هاني في 10 سنين بيلعب عرضيه صح عادي يعني قشطه. محمد هاني في 10 سنين ما لعب ما افتكرلوش عرضيه يا راجل. ده لما كان بيلعب عرضيه صح كنا بنحتفل، كنا بنقوم نحتفل بالجول. يعني الله اكبر يا محمد هاني عملت عرضيه صح. مش مهم جد جون بقى ولا لا، احنا احتفلنا بالعرضيه. ده ذكريات يا عم. ده الواحد تعب والله، مش مستني منه حاجه. انا الصراحه قاعد مش مستني حاجه من محمد هاني. انا قاعد مين اللي هيغير لي الماتش؟ مين اللي هيعمل لي حاجه؟ شكرا يا عم. ما حدش. الوحيد اللي نزل حتى كان بيحاول، هقول لك كان بيحاول وكان بيعدي وكان عايز يعدي وكان عايز وشات كوره. هقول لك هو بن شرقي، ما اعرفش بن شرقي ليه قاعد على الدكه ده كله، ما اعرفش. يعني بن شرقي في 180 دقيقه بن شرقي لعب 30 دقيقه، يعني كان فين على الدكه ده كله؟ ما هو نازل وعمل حاجه وعايز يعمل حاجه، على الاقل يا راجل كان هيعمل حاجه، يعني على الاقل كان هيحاول يعمل لك حاجه. انما غير الميتين اللي بيلعبوا في الملعب، الاموات اللي بيلعبوا معانا دول، ولا واحد فيهم عايز يعمل حاجه، ولا روح ولا قتاليه، ولا حد بيفكر حتى يعمل حاجه. والله العظيم حرام، والله العظيم حرام. وده حاجه ما تليقش بالاهلي، والله حرام.